هاقول لِك النهارده 3 نصايح هتعلّمِك إزاي تتعاملي مع الناس الفضولية والمتطفلين اللي بيزوروكِ في البيت. أول حاجة مهارة الطلب، في مهارة اسمها مهارة الطلب، دي مهارة مهمة جدًا إن إحنا نتعلمها، وعلشان أتعلمها لازم أبقى عارفة إن أنا باطلب حق أصيل من حقوقي، هو حق من حقوقي، فإذًا أنا من حقي إن أنا أطلبه فأطلبه بكل ثقة. فمهارة الطلب معناها إن أنا لو سمحتِ عبّري، انطقي، اتكلمي، قولي إن أنا الأمر ده والفعل ده بيضايقني. ما باحبش حد يفتح حاجتي، من فضلِك يا فلانة جيتِ تقعد في الصالون، جات تقوم وراكِ، لأ استنيني أنا هاجيب الحاجة، أجيب الشاي والأكل وهاجي مثلًا، هادخل المطبخ هافتح التلاجة، لأ معلش ما تفتحيش أنا هاجيب لِك، قولي لي أنتِ عايزة إيه، بتفتحي الأدراج ليه، حد مثلًا عمّال يبُص في البيت عندِك في كل تفصيلة، الفتي انتباههم وقولي بشكل مباشر وغير مباشر، استخدمي كل المهارات وكل الطرق عشان تعبّري للي قدامِك إن التصرُّف اللي بيعمله ده بيضايقِك وفي اختراق لخصوصيتِك، فده رقم 1. رقم 2 إن أنا في ناس اللي بييجوا لنا البيت دول في نوعين، في نوع يا إما صِلة رحم بيننا وبينهم أرحام، أو ناس أصدقاء ما فيش بيننا وبينهم صِلة رحم، فأنا اللي ما فيش بيني وبينه صِلة رحم قدّامي اختيار إن أنا أول حاجة أطلب وأعرّفه حدودي، ما عرفش يبقى خلاص أخرّج العلاقة دي برّه البيت، أخلّيه يعني مقابلاتنا برّه البيت، أو إن أنا أقلل العلاقة أو أقطع العلاقة، دي حاجة ترجع لكم وحسب قوة ومتانة العلاقة وأهمية العلاقة في حياتكم. طيب ذوي الأرحام أنا هاعيد وأكرر، أعيد وأكرر وأفضل أقول وأصبر لحد ما هييجي وقت والله هيستجيبوا وهيحترموا حدودِك مسيرهم، بس أنتِ اثبتي واصبري وكمّلي، واعرفوا إن أنا النهارده لفتت انتباه حد هي دي عادة عنده مش تاني يوم يعني هيتعدل على طول وهيتغيّر، ما عليكِ إلا الصبر والتكرار، الصبر والتكرار. وفي نفس الوقت أعمل إيه عشان أقلل الضغط النفسي الواقع عليَّ، أخفف من الاختلاط، أقلل المقابلات قدر المستطاع وأخلّيها في بيوتهم مثلًا أو بيوت آخرين أو أماكن عامة. آخر نصيحة وأهم نصيحة، ابدئي بنفسِك، لمّا تروحي عند أي حد في بيته أنتِ التزمي بخصوصياته وحدوده، مهما يقول لِك تعالي يا بنتي اعملي، افتحي، اتحركي براحتِك، أنتِ عبّري وقولي لأ، أنا ما باحبش ده، أنا باحب احترام خصوصية الآخرين مهما كانت العلاقة ما بيننا. افتحي التلاجة، لأ أنا ما احبش أفتح غير لمّا أستأذن أو صاحب البيت يقول لي. ليه؟ أنتِ بتعلميهم أنتِ بتفكّري إزاي وبتحبي إيه، هُم لمّا هييجوا عندِك هيحترموا ده وهيحبوه. في نفس الوقت في ناس ما بتبدأش بنفسها وبتبقى عايزة تروح في بيوت الناس، تفتح وتعيش حياتها براحتها، وأول ما بييجوا بيتها لا، لا، لأ حاسبه، لا، لا، لأ يتكسر، لا، لا، لأ عيب ما حدش يدخل أوضتي. فعشان كده مهم جدًا إن أنتِ تبدئي لنفسِك بنفسِك علشان الآخرين يبدأوا بيكِ، وعشان تعرفي أكتر عن مهارة الطلب والعلاقات معانا تدريب سكينة هيفرق معاكِ جدًا، جدًا، وفيه كمية مهارات مهمة جدًا في إدارة العلاقات وإدارة النفس إن شاء الله. اكتبوا لنا في التعليقات مهتم وأنا هابعت لكم كل التفاصيل، شكرًا ليكم.